بص، اولا كده ليالي امتحان الفيزياء هم 4 ليالي، ده في حاله ان احنا حسبنا الليله اللي انت جيت فيها من الامتحان الالماني، ما خدتهاش راحه ولا عشان حليت حلو تكافئ نفسك. بص، ال4 ليالي هيمشوا ازاي؟ اول ليله اللي هترجع فيها من الامتحان واليوم اللي بعده، الليله واليوم دول انت كل اللي انت هتعمله فيهم ان انت هتجيب المنهج من الاول خالص لحد اخر باب في الحديثه. هتقرا المنهج، تمشي عليه قراءه، وبعد ما تخلص كل باب تقعد تحل عليه شويه. هتحل منين؟ من اي حته فاضله عندك ما حلتهاش، كتاب فاضي، تجيب اليوتيوب الحل وما تتفرجش على الحل وتحل انت. بص، في كتب المراجعه النهائيه بيبقى فيه في الاول كده اسئله على كل شويه اسئله على كل باب كده، يا ريت تحل منهم لو انت مش حللهم. لو انت حلل قبل كده ارجع عيدهم تاني. المهم ان انت بعد ما تخلص كل باب تقعد تحل عليه شويه. اهم حاجه الموضوع ده المنهج كامل ما ياخدش منك اكتر من ليله امتحان الالماني واليوم اللي بعده. طيب هيبقى فاضل لنا يومين، اليومين اللي بعدهم دول هتعمل فيهم ايه؟ هتقعد تحل فيهم شوامل بس، ده كل اللي انت هتعمله. هتحل يعني اليوم اللي انت هيضيع منك في اليومين دول يبقى حليت فيه بالميت كده من 5 ل7 شوامل. تصحى من النوم تخلي اهلك يعملوا لك الحاجه اللي انت بتشربها لان مفيش وقت انت تعمل حاجه، وتقعد تحل بس، تقضي اليوم كله ان انت بتحل الشوامل. طيب اثناء ما انا بحل، وقف معايا حاجه او اكتشفت وانا بصحح ان في حاجه غلط، في احتمال من الاثنين، الجزئيه دي ان انا ناسيها اقوم راجع لها تاني واقراها، واقرا الحاجات اللي قبلها والحاجات اللي بعدها واربطها كلها مع بعض، اتاكد ان انا فاهم الدرس ومفيش حاجه غلط فيه. كده تمام. طيب حاجه تانية بقى، انا حليت ولقيت نفسي غلطان مش عارف ازاي، ساعتها برجع للمدرس اللي انا كنت باخد معاه عنده في السنتر اساله، مش هروح له، او ارجع للمدرس اللي كنت عنده على المنصه اساله برضه. وبس، هو ده كل اللي انت تعمله. دي هتبقى طريقه المراجعه في ال4 ايام. فكره بقى ان مش عارف في مدرس مين عملاق الفيزياء تنين الفيزياء مش عارف ايه جاي عندكم في المكان اللي انت فيه وعامل مراجعه لمده 3 ايام مش عارف بكام، اوعى ابدا ابدا تنزل الحاجات دي. اوعى تروح تدفع فلوس في منصه في ليالي الامتحان كلها عموما، مش الفيزياء بس. صدقني انت كده بيضحك عليك وهتندم وبتضيع وقتك، لاني هو مش هيقول حاجه زياده عن اللي قالها في السنه وانت مش محتاج تسمع تاني. بتضيع وقتك، مفيش وقت للكلام ده، ما تعملش كده ابدا. تعمل كده امتى؟ تعمل كده في حاله ان انت يكون في حاجه فعلا او جزئيات فعلا واقعه منك. انا مثلا كان عندي قبل امتحان الفيزياء 7 ايام، مش 4 زيك. انا عملت ايه؟ 5 منهم قعدت مع نفسي، لكن في يومين فعلا انا سمعت فيهم حد. لو انت من الاشخاص اللي ما بيعرفوش يعدوا حاجه من غير ما يسمعوا او طريقه مذاكرتهم عن طريق السمع، لا اسمع، وهنصحك ان انت تسمع مراجعه مستر محمد عبد المعبود. انا عن نفسي سمعتها حرفيا، كل تركه كانت موجوده في الامتحان كانت جايه منه او قالها في المراجعه. بس انا ليه بقول لك ما تعملش كده؟ عشان في حاجات كتير هو قالها انا كنت عارفها هتضيع فيها وقتك، وبتلاقي فيديو نازل مدته 12 ساعه 9 ساعات. انا نفسي كان منزل فيديو هو 9 ساعات للمنهج كامل ولا مش فاكر 12 ساعه. انا عن نفسي عملت ايه؟ انا قعدت اسمع الدروس اللي انا كنت حاسس انها واقعه مني، الدروس اللي غلطت فيها وانا بحل شوامل، باب في الحديثه كنت بنساه، الحاجات دي اللي انا سمعتها. غير كده انا ما سمعتش حاجه، ومش عايزك تسمع حاجه عشان ما تضيعش وقتك. اسمع الحاجات اللي انت شايف نفسك ضعيف فيها شويه، والاصل والافضل ان انت تذاكر مع نفسك في الايام دي عشان ما تضيعش وقت. حاجه اخيره بقى، بص انا عايز اقول لك حاجه. امتحان العربي والالماني دايما بيمشوا كل سنه بنفس النظام. امتحان الالماني بيجي حلو، ما عدا في 2021 دي كانت حاله شاذه جه وحش، فالاغلب بيخرج مبسوط، وكذلك الفرنساوي برضو الاغلبيه بيخرجوا مبسوطين. امتحان العربي زي ما هو كل سنه الناس بتخرج مبسوطه، وتبقى في كل اللي فاكره ان هي غلطت فيه سؤال سؤالين 3 4، وبتبقى انت غلط واللي هيطلع من اوائل الجمهوريه غلط معاك في نفس الامتحان. الامتحان ده مفيش حد ما بيغلطش فيه، فدول مش مقياس. اول امتحان بجد هتدخل فيه هيكون مقياس هو الفيزياء. فانا مش بقلقك ولا بوترك والله، بس انا عايز اقول لك بجد ما تقلقش ابدا. انا عارف ان انت ممكن تكون الماده دي تعبت فيها قد ايه وكانت عامله لك قلق قد ايه طول السنه، لان انا شخصيا هي كانت عامله لي كده، كانت موتراني طول السنه وتعباني نفسيا. انا كنت مصور الفيديو ده ليله امتحان الفيزياء. طبعا بكرة امتحان الفيزياء، أكتر مادة حرفيا تعبت فيها طول السنة. بجد المادة دي أنا قعدت مثلا أول 3 4 شهور في السنة، كل الامتحانات اللي امتحنها مفيش ولا امتحان بنجح فيه. وما كنتش بقى اللي هو من النوع اللي انا خلاص انا سقطت في الامتحان فخلاص المادة دي انا مش، لا انا كنت يعني بعافر فيها معافرة غير طبيعية. وحتى بعد ال4 شهور دول لما المادة ظبطت معايا شوية بعد تعب يعني لا يوصف، آه برضو كانت حاجة صعبة جدا يعني. تعبت فيها كتير قوي وحليت فيها حاجات كتير وسمعت فيها شروحات كتير وفيديوهات كتير ومنصات كتير ورحت فيها كمية دروس. طيب انا ليه بوري لك الفيديو ده؟ انا عايز اقول لك ان انا لما رحت الامتحان الفيزياء
الامتحان كان حلو جدا وحليت حلو جدا بطريقه اللهم لك الحمد بجد يعني. وربنا يعني وفقني لدرجه ان انا فاكر ان انا وانا بحل في الامتحان والله انا عينيا دمعت وعيطت جوه الامتحان من كتر ما انا فرحان. اللي هو دي الفيزياء، الماده اللي انا كنت مرعوب منها طول السنه ومش عارف احلها وكان معايا مشاكل فيها من اول السنه. انا ازاي بحل كده بسهوله؟ فبجد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ما تقلقش يا صاحبي، وانا كدكتور صيدلي احب اقول لك ربنا يوفقك ومع السلامه.